تحذير مهم جدا لازم اقوله في بدايه الحلقه، وهو ان حلقه النهارده بتتكلم عن فيلم تقيل جدا ومأخوذ عن مسرحيه من اشهر مسرحيات الادب العالمي واكثرهم اثاره للجدل، لدرجه ان اليهود حاربوا المسرحيه دي بكل قوه في وقت صدورها، وحاربوا الفيلم برضه، وده بسبب دور التاجر اليهودي الموجود في الفيلم. فلو حضرتك من محب الافلام الخفيفه والتجاريه، ولو مش بتحب التحليلات السينمائيه التقيله واللي مليانه تفاصيل كتير، فانصح حضرتك انك تحول الحلقه. لكن لو حضرتك من محب السينما فكمل معايا لحد الاخر، لان النهارده هنتكلم عن فيلم ذا ميرشنت اوف فينيس، والمأخوذ على المسرحيه الشهيره لويليام شكسبير تاجر البندقيه. بتبدا الحكايه في مدينه البندقيه في نهايه القرن ال16. في الفتره دي كان بيتم اضطهاد اليهود فيه بشكل كبير، وده كان بسبب انهم كانوا بيقوموا باقراض المال لاهل المدينه بفوائد عاليه جدا. وفي بدايه الحكايه بنتعرف على شخصيه الشاب الفقير باسانيو وصديقه التاجر الغني انطونيو، والمعروف جدا في انحاء البندقيه. باسانيو كان محتاج فلوس عشان يقدر يسافر ويخطب الاميره بورشيا، لكن باسانيو ما عندوش الفلوس اللي تكفي انه يقوم بخطوه زي دي، وعشان كده قرر انه يستلف من صديقه انطونيو. لكن انطونيو حط كل ما يملك في شحنات على سفن في وسط البحر. لكن برضه في نفس الوقت انطونيو معروف انه تاجر كبير ومعروف بصدقه وامانته، وده خلاني يقول باسانيو انه ممكن يستلف الفلوس دي من اي حد من المرابين اليهود اللي موجودين في المدينه بضمانته، وان هو اللي هيسدد الفلوس دي لما توصل المراكب بتاعته اللي موجوده في وسط البحر. وفعلا باسانيو راح لواحد من اشهر المرابين الموجودين في مدينه البندقيه، وهو التاجر اليهودي شايلوك. شايلوك وافق على انه يسلف باسانيو الفلوس بضمانه انطونيو، لكنه حط شرط غريب جدا، هو انه في حاله ان انطونيو ما قدرش انه يسدد المبلغ في ميعاده، فمن حق شايلوك انه ياخد رطل من لحم انطونيو ومن المكان اللي شايلوك يحدده. وبالرغم من غرابه الشرط، لكن انطونيو وافق عليه، وفعلا اخذ باسانيو الفلوس اللي اقترضها من شايلوك وراح علشان يخطب الاميره بورشيا. لكن حصل اللي ما كانش حد حطه في الحسبان، وهو ان كل سفن انطونيو غرقت في عرض البحر وفقد كل امواله، واصبح انه لازم يسدد الفلوس او انه يخضع للشرط اللي حطه شايلوك بانه ياخد رطل من لحمه. باسانيو اول ما عرف باللي حصل لصديقه رجع بسرعه وهو معاه الفلوس علشان يسدد دين صاحبه، لكن شايلوك رفض اي فلوس واصر انه يطبق الشرط الموجود في العقد، ورفض اي توسلات من سكان المنطقيه او حتى من انطونيو نفسه، وده عشان يعفو عنه او انه يتنازل على الشرط الموجود في العقد. ويا ترى هينجح انطونيو في انه يهرب من الشرط الموجود في العقد، ولا هينجح شايلوك انه يحقق هدفه وياخد رطل من لحم انطونيو؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ كلنا عارفين طبعا ان الفيلم اللي بنتكلم عنه النهارده هو مأخوذ عن مسرحيه تاجر البندقيه للكاتب الانجليزي ويليام شكسبير، ومسرحيه تاجر البندقيه هي تاني اشهر مسرحيه لشكسبير بعد مسرحيه هاملت واكثرهم اثاره للجدل، وده بسبب الشخصيه المثيره للجدل وهي شخصيه التاجر اليهودي شايلوك، وطريقه تناول شكسبير للشخصيه دي واللي خلته بعد كده يتعرض لهجوم كبير، وخلى شخصيه شايلوك من اكثر الشخصيات المعقده والمركبه اللي تم تناولها في الادب الانجليزي. لكن اللي بشوفه اكثر اثاره للجدل هو الكلام اللي اثير حوالين المسرحيه نفسها، واللي خلى البعض يدعي ان فكره المسرحيه في الاساس مقتبسه من مسرحيه للكاتب الانجليزي توماس ديكر. ولكن الشيء الغريب اللي اكتشفته ان كل القصص او الحكايات اللي تم ذكرها في مسرحيه تاجر البندقيه هي حكايات تم ذكرها وتناولها في اعمال ادبيه كتير، وليها اصول تاريخيه قبل مسرحيه تاجر البندقيه بمئات السنين، زي مثلا قصه الصناديق اللي كان بيتم من خلالها اختيار زوج لبورشيا، والقصه دي تم ذكرها في مجموعه قصصيه تنتمي للادب اللاتيني تم اصدارها سنه 1300. وحكايه اقتطاع رطل من لحم الانسان فهي موجوده في الاساطير الآرية وفي الادب الشرقي بشكل عام، والمفاجاه الاكبر انها موجوده في الادب المصري القديم بشكل خاص. دي كمان ظهرت في قصيده تنتمي للادب الانجليزي صدرت عام 1320. وقصه هروب جيسيكا بنت شايلوك ليها اثر في الادب الايطالي في القرن ال14، وده يحطنا قدام حقيقه مهمه جدا لازم ناخدها في الاعتبار، وهي ان معظم القصص اللي تم تناولها في المسرحيه هي قصص ليها اصول تاريخيه وتم ذكرها في اعمال ادبيه تم صدورها قبل تاريخ صدور مسرحيه تاجر البندقيه بمئات السنين. وده خلى مؤرخي الادب الانجليزي يقولوا ان الفضل الوحيد لشكسبير في مسرحيه تاجر البندقيه هو الحبكه الفنيه فقط. بس ده برضه ما يقللش من العظمه اللي عملها شكسبير، لان فكره انك تجيب قصص من ازمان مختلفه وتحطها في بناء درامي واحد، والبناء الدرامي ده يطلع متناسق ومتناغم ومفيش فيه اي شذوذ، فده عبقريه ما اظنش ان حد يقدر عليها غير ويليام شكسبير. وعبقريه شكسبير هتاخدنا للنقطه الثانيه اللي هنتكلم عنها، وهي تحليل الفيلم. وعلشان نقدر نحلل اي عمل فني مأخوذ عن عمل ادب لشكسبير، فاحنا لازم نتناول العمل الفني ده بشكل مختلف تماما عن تناولنا لاي عمل فني تاني، لان الاساس اللي بيقوم عليه معظم اعمال شكسبير هو اساس تربوي في الاصل، بيقوم فيه شكسبير باعلاء مجموعه من القيم الاخلاقيه والتربويه. ولو انتقلنا لتحليل الفيلم هنلاقي مجموعه من القيم اللي ركز عليها شكسبير واللي تم تناولها في الفيلم بشكل واضح، والاكد لنا ان صناع الفيلم كانوا فاهمين كويس هم بيعملوا ايه، وكانوا عندهم ادراك كامل بجوهر المسرحيه. فلو حبينا نفصص الفيلم كده هنلاقي انه عباره عن مجموعه من القيم اللي بيتم عرضها في بناء درامي. فعلى سبيل المثال هنلاقي ان بيتم اعلاء قيمه الصداقه، وده من خلال قصه انطونيو باسانيو، وهنلاقي ان انطونيو ضحى بكل حاجه علشان يساعد صديقه، وده تم من غير اي ذره ندم حتى لما كان هيفقد حياته على ايد شايلوك
لما ما قدرش يسدد الدين. وهنلاقي برضو اعلاء لقيمه الحب، وده تم في كذا موضع، وهنلاحظه من خلال قصه الحب اللي جمعت ما بين جيسيكا بنت شايلوك ولورينزو شاب المسيحي. والحب ده خلى جيسيكا تتخلى عن دينها وتتحول للمسيحيه، وخلاها تهرب من بيت ابوها وتتخلى عن ثروته، وكل ده علشان تتجوز لورينزو. وعندنا برضو قصه الحب اللي جمعت ما بين باسانيو وبورشيا، واللي خلت باسانيو يقترض فلوس من اليهودي شايلوك علشان يقدر يتجوزها. وبرضه هنشوف قيمه الوفاء اللي هنلاحظها في وفاء بورشيا لابوها وتمسكها بوصيته، واللي بتنص ان هي ما تتجوزش غير من الراجل اللي يفتح الصندوق الصح حتى لو ده جه على حساب سعادتها. وعندنا برضه وفاء باسانيو لصديقه انطونيو، واللي لما عرف المشكله اللي وقع فيها فترك كل حاجه وترك حبيبته بورشيا علشان ينقذ صديقه. ده احنا حتى هنلاحظ الوفاء مع اليهودي شايلوك، لان شايلوك في غضبه لما عرف ان بنته فرطت في الخاتم بتاع امها المتوفيه واللي سرقته منه وهي بتهرب مع لورينزو، واللي كان في الاساس هديه من زوجته ايام خطوبتهم. وعندنا برضه وفاء بورشيا لزوجها باسانيو، واللي وافقت انه يسيبها في ليله زفافهم علشان ينقذ صديقه. ده وفاء كمان ما وقفش عند كده، ده اديته كمان المال الخاص اللي يقدر بيه يسدد الدين عن صديقه، وكل ده بنفس راضيه تماما. وقيمه الرحمه اللي كان ليها مونولوج قوي جدا في المشهد اللي كان بيطلب فيه بورشيا من شايلوك انه يرحم انطونيو، واللي هنشوفه في المشهد ده. Do you confess the bond? I do. Then must the Jew be merciful? On what compulsion must I? Tell me that. Well, the quality of mercy is not strained. It droppeth. It's the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives, and him that takes. 'Tis mightiest in the mighty. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, but mercy is above this sceptered sway. ونيجي بقى لتحليل الشخصيه الاهم والاكثر اثاره للجدل والاكثر تعقيدا، وهي شخصيه اليهودي شايلوك. لكن قبل ما نحلل شايلوك لازم اتكلم على الاداء العبقري واللي قدمه ممثلي المفضل الباتشينو. اداء الباتشينو لشخصيه شايلوك اقل ما يوصف بيه انه اداء عبقري، لان كل الشخصيات الموجوده في الفيلم واداء الممثلين ليها يتراوح ما بين الاداء العادي والمتوسط، لكن الباتشينو بادائه وانفعالاته المحسوبه وردود افعاله تحس انه اضاف عمق اكبر للشخصيه اللي كتبها ويليام شكسبير. بمعنى اخر، لو في ممثل مبتدئ او حتى محترف عاوز يتعلم تمثيل بجد، فممكن انه يتفرج على اداء الباتشينو لشخصيه شايلوك. شايلوك هو شخصيه معقده ومركبه، مليانه بالغل والحقد والكراهيه تجاه المجتمع بشكل عام وناحيه انطونيو بشكل خاص. وعلشان الغل والحقد هو السمه الاساسيه والمحرك الرئيسي لشخصيه شايلوك، فاحنا هنحلل الشخصيه من الناحيه دي، وهنعرف ازاي تم تكوين هذا الكم من الغل والحقد داخل شخصيه شايلوك. شايلوك هو تاجر يهودي عايش في مدينه البندقيه في ايطاليا في نهايه القرن ال16، في فتره كان بيتم اضطهاد اليهود فيها بشكل كبير، وكان في قانون بيجبر اليهود على الاقامه في منطقه معزوله ويطلق عليها الجيتو، وكان بيتم غلق المنطقه دي بعد المغرب وبيتم حراستها من حراس مسيحيين. وكان اي يهودي يفكر انه يخرج من المنطقه دي كان لازم يبقى حاطط على راسه طاقيه حمراء، وده علشان الناس تعرف تميز انه يهودي، بالاضافه لانه كان بيتم منعهم من تملك العقارات، وده خلى اليهود يتجهوا للربا واقراض الاموال للمسيحيين بفوائد عاليه. لكن في مشكله ان الدين المسيحي بيحرم الربا والدين اليهودي بيحرم الربا برضه، لكن لليهود بس، بمعنى انه ما ينفعش يهودي يسلف يهودي بالربا، لكن ممكن يسلف مسيحي بالربا عادي جدا، وده بدون ما يكون عليه اي اثم. وتعامل اليهود بالربا خلى الفجوه ما بينهم وبين المسيحيين من سكان البندقيه في الفتره دي تكبر جدا. ده طبعا غير الخلفيه التاريخيه للعداء ما بين المسيحيين واليهود وخيانتهم للسيد المسيح وعدم اعترافهم بيه. اليهود برضو عندهم في عقيدتهم حاجه اسمها الاغيار، وهم كل البشر الذين لا ينتمون للدين اليهودي، وكان في طريقه لتعامل اليهود مع الاغيار واللي هنشوفها في المشهد ده. Please, you dine with us. Yes, to smell pork, to eat of the habitation which your prophet the Nazarite conjured the devil into. I will buy with you, sell with you, walk with you, talk with you, and so following, but I will not eat with you, nor drink with you, nor pray with you. فالعداء تاريخي ما بين اليهود والمسيحيين، واللي ادى لاضطهاد المسيحيين ليهم، واللي كان اول شراره في نار الحقد والكراهيه بداخل شخصيه شايلوك، وده خلاه يكره المسيحيين بشكل عام ويكره انطونيو بشكل خاص. كراهيه انطونيو تكونت داخل شايلوك بشكل منفصل عن كراهيته للمجتمع، وده كان بسبب محاولات شايلوك الدائمه للتقرب من انطونيو ورفض انطونيو الدائم ليه، لدرجه انه بصق عليه في مره من المرات. ده غير مواقف كتير ادت لوجود عداء شخصي ما بينه وبين انطونيو، واللي اتكلم عنها شايلوك في مشهد قوي جدا لما اهل البندقيه سالوه هو ليه مصر على اقتطاع رطل من اللحم من جسم انطونيو، وان اصراره ده مش هيعود عليه باي فايده. لكن شايلوك رد عليهم في المشهد ده. I'm sure if you forfeit, you will not take his flesh. What's that good for? If it will feed nothing else, it will feed my revenge. He hath disgraced me, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies, and what's his reason? I am a Jew!
والشراره الثانيه في نار الكراهيه والحقد داخل شخصيه شايلوك كانت هروب بنته جيسيكا مع شاب مسيحي واعتناقها بعد كده للمسيحيه وسرقتها لفلوسه. هروب جيسيكا خلى الحقد يزيد جوه شايلوك وخليته يتمسك اكثر بانتقامه المجتمع كله، المجتمع اللي اضطهده وكان سبب في هروب بنته. وشايلوك كان شايف انه من الممكن انه يتم انتقامه ده من خلال تطبيق الشرط اللي موجود في العقد، وهو اقتطاع رطل من لحم انطونيو في حاله عدم سداده للدين. في بقى مشهد مهم جدا لازم تشوفوا جزء منه، وهو المشهد ده. Had not a Jew eyes? Had not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is. If you prick us, do we not bleed? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? المشهد ده بيصور مدى حقد شايلوك ورغبته في الانتقام من المجتمع بشكل عام، ورغبته من الانتقام من انطونيو بشكل خاص. وده ياخدنا المشهد قوي جدا وهو مشهد المحاكمه واللي ابدع فيه الممثل العبقري الباتشينو. في المشهد ده هنشوف مدى تملك الحقد والكراهيه والرغبه في الانتقام من شايلوك ورفضه لكل المحاولات انه يعفو عن انطونيو، لدرجه انه لما تم عرض عليه ضعف الدين اللي على انطونيو رفضه وما بصش حتى للصندوق اللي مليان ذهب وفضه، بالرغم من حب اليهود التاريخي للذهب. فكراهيه شايلوك وحقده غلبت عنده كل شيء، غلبت عنده احساس الرحمه، غلبت عنده توسلات اهل البندقيه وتوسلات انطونيو نفسه، ده حتى غلبت حبه للذهب والفلوس. رغبه شايلوك في الانتقام كانت اقوى من كل شيء. طب هل ده معناه ان شايلوك ملاك تحول لشيطان بسبب افعال الاخرين؟ شايلوك كان شيطان مليء بالخطايا ولكن بشكل خفي، وما ظهرتش وبانت غير لما لاحت ليه فرصه الانتقام. شايلوك في الاساس هو انسان قاسي مشغول فقط بجمع المال، وده خلاه انه يحزن على فقد المال اكثر من حزنه على فقد بنته، زي ما هنشوف في المشهد ده. Have you found my daughter? I often came where I did hear of her, but cannot find her. A diamond gone. Cost me 2,000 ducats in Frankfurt. I would my daughter were dead at my foot. And the Jew in her ear. قسوة شايلوك وحبه للمال هو اللي خلى الخادم بتاعه يهرب منه ويروح لأنطونيو، وخلى بنته جيسيكا تهرب وتسيبه. وقسوة شايلوك هي اللي خلتني كمشاهد ما اقدرش اتعاطف معاه بعد ما انكسر وفقد بنته وامواله. في النهايه تجربه فيلم البندقيه انا بعتبرها من اكثر تجارب متعه اللي مريت بيها في حياتي، ولو انت بجد من محب السينما يبقى لازم تشوف الفيلم ده. وبس كده، سلام.